في عيادتي بيجيلي كل اسبوع تقريبا طفل اهله قلقانين، مش بيتحمل صوت الخلاط، بيعيط من ملمس اللبس او بيرفض يستحمى. في الغالب الاهل بيقولوا هو حساس شويه، ولكن في الحقيقه ممكن يكون في مشكله اسمها الحساسيه الحسيه او اضطراب المعالجه الحسيه. مبدئيا ايه هي الحساسيه الحسيه او السنسوري سنسيتيفيتي؟ اضطراب المعالجه الحسيه اللي هو السنسوري بروسيسنج ديس اوردر او الحساسيه الحسيه معناها ببساطه ان دماغ الطفل مش بيعالج المعلومات اللي جايه له من الحواس بتاعته بشكل طبيعي. الطفل ممكن يكون عنده حساسيه مفرطه تجاه حاجات بسيطه زي الصوت، اللمس، الطعم او حتى الحركه، وفي نفس الوقت ممكن يبقى عنده نقص في الاحساس بحاجات معينه. شفت طفل بيعيط كل مره امه تحاول تلبسه تيشيرت برقبه ضيقه، وطفل تاني بينط جامد جدا طول الوقت وبيدور على اي حاجه يلبسها. الاتنين عندهم حساسيه حسيه بس في اتجاهين مختلفين. طب يا دكتور ايه العلامات اللي تخليني اشك؟ خليني اقول لك ان الحاجات اللي بنشوفها كتير جدا في العياده وبتدينا مؤشرات قويه هي اولا طفل بيعيط او بيتضايق من الاصوات العاليه المكنسه، الخلاط، بيكره اللبس او بيطلب يقلع هدومه طول الوقت، بيرفض يستحمى او يقص شعره او يقص ضفره، بيبعد عن الزحمه او ما بيرضاش يديكي حضن، بيتضايق من اكل فيه قوام مختلف او طعم غريب عليه. في علامات تانية لنقص الاستجابه اللي هو عكس كده بقى، مش بيحس بالالم بسهوله، بيحب يقرب من الناس زياده عن اللزوم، دايما بيتكعبل او بيخبط في الحيطان وهو بيجري، بيحاول يلمس كل حاجه حواليه، وبيتاخر في الانتباه للمؤثرات زي الصوت او اسمه. طب يا دكتور هل الحساسيه الحسيه معناها توحد؟ لا طبعا مش بالضروره، لكن الحقيقه ان 80% تقريبا من الاطفال اللي عندهم توحد عندهم كمان مشاكل في المعالجه الحسيه. بس في نفس الوقت في اطفال عندهم حساسيه حسيه بس من غير اي اضطراب تاني. انا شفت اطفال اتشخصوا غلط على انهم توحد لمجرد انهم كانوا بيكرهوا الاصوات او اللبس، وبعد ما عملنا تقييم توحد دقيق طلعوا عندهم بس حساسيه حسيه، ومع تدخل مناسب اتحسنوا جدا. طب يا دكتور ازاي اساعد ابني في البيت؟ مش كل الحالات بتحتاج تدخل علاجي، لكن لو الاعراض مأثره على الحياه اليوميه يبقى لازم نتحرك. هقول لكم شويه نصايح بتفيد جدا في البيت ومن واقع خبرتي مع اولياء الامور. نوفر للطفل روتين ثابت ومكان هادي، نخفف المؤثرات القويه زي الاضاءه العاليه والاصوات، نجرب العاب حسيه امنه زي الرمله، العجينه، البابلز او الفقاعات، ما نستهزأش بمشاعر الطفل حتى لو كانت الحكايه غريبه عليكم. اطلبوا تقييم من اخصائي علاج وظيفي متخصص في التكامل الحسي. طيب يا دكتور امتى اروح لدكتور الاطفال؟ لو الاعراض مأثره على يوم الطفل، على علاقاته، على تعليمه، يبقى لازم تقييم شامل، وده اللي بنعمله كاستشاريين اطفال متخصصين في تطور الاطفال. بنقيم النواحي الحسيه والتطوريه والسلوكيه ونقرر اذا كان الطفل محتاج تدخل ولا لا. الحساسيه الحسيه مش دلع ومش توحد بالضروره، هي بس طريقه مختلفه بيستقبل بيها الطفل العالم من حواليه. مع الفهم والتدخل الصح نقدر نساعد ابننا يعيش مرتاح ويستمتع بحياته زي باقي الاطفال. لو عندك استفسار او شك في اعراض شبه دي سيبولي كومنت او شوفوا باقي حلقات سلسله سؤال وجواب مع دكتور يوسف، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان تتابعوا كل جديد عن نمو سلوك الاطفال. انا دكتور يوسف ودي قناه دكتور كيدز، اشوفكم على خير.